فرنسا طاح عليها البق وكتعاني بسببه، ولا منتشر البق في كل مكان وبكمية كبيرة. والمشكل هو بحال القمل كيتغذى من الدم ديال الانسان والحيوان وكيسبب واحد الحكة في الجلد شديدة. الناس لاحوا فراشاتهم، البق عشش فيهم وغزا معظم المدن الكبرى، العاصمة باغي، ليون في الجنوب، مارسيل، نيس، تولوز، وماشي غير شويه وصافي بكميه كبيره. الباطو اللي جا من مارسيل طنجة البارح تم التوقيف ديالو، اخذ الاجراءات اللازمه مع الركاب. صافي الفرنسيين بغاو يحماقوا ويجيهم انهيار عصبي، اعلنوا حاله طوارئ في البلاد وكيناقشوا على البق حتى في البرلمان. وماشي غير في الديور، في لي زوتيل، قاعات السينما، ترونسبور كامل، تي جي في اللي خلى مؤخرا الشركه ديال اس ان سي اف ترجع للناس الفلوس ديالها في الرحله اللي ما بين باغي ومارسيل. وفي هاد اليومين الاخر دخل حتى لي ماغازان ولا لي سوبر مارشي ودخل وتغلغل بين المواد الغذائيه. كنطلبوا الله السلامه وانه ما يوصلش عندنا هنا المغرب، حيت فعلا غيكون الوضع كارثي. كنقول لك السي ماكرون حاول شويه مع الاسلام والمسلمين والعبايه والحجاب، راك كتجمع لشعبك غير الدعاوي، والبق راه جند من جنود الله ونزلوا قبل منك على فرعون واتباعه.